يا جماعة احنا قاعدين في الحر. الساعة دلوقتي 1:10. ASMR تعالي اسمر. اكشن اكشن مفيش هزار بعد الاكشن بقى. خلاص ماشي. احنا نعرف نفسنا تاني. يلا يا عم. طبعا اكيد الناس نسيتنا يعني. بسرعه بهاء سبرتو روان بنتكلم في السفر. ايوه لسه يا جماعه البودكاست والنبي سموا لنا البودكاست بتاعنا مش عارفين نسميه. يلا ما علينا. طب يا جماعه عشوائيات عشوائيات السفر. عشوائيات سفريات. عشوائيات سفريات وحش جدا قوي يعني. لا والله انا بموت. عشوائيات سفريات. عشوائيات سفريات. عشوائيات في سفريات. ونقول للناس ايه؟ اهلا بيكم في عشوائيات سفريات. عشوائيات في سفريات. يعني تحسي هو عامة بص هقول لك على حاجة. سفريات في حاجة عشوائية. ماشية يعني في حوار داير اليومين دول ان ايه اي مكان مثلا يبقى عامل نفس البيدج بتاعته بس يسميه عشوائيات كذا. عشوائيات انا بوصلة. اللي عامله كده. يعني انا اللي عامله يعني في كده. عشوائيات بوصلة. انا عندي عشوائيات روانزه وفي عشوائيات روانزة. ايه ده؟ وفي مثلا مكان انا بتمرن فيه عاملين جروب اسمه عشوائيات كذا. اثبت بقى بتتمرن ايه؟ كالستنكس. ده حوار طويل. ده اصعب من حوار السفر. ثانية واحدة بتتمرن ايه؟ انت بتقول يا ابني بتتمرن ستريت ورك اوت. لا باين على الفورمه برضه. يعني دي التطور الطبيعي من السويد. بالويت بتاع جسمه. بالاستيك بقى. عقله وضغطه بالاستيك. طيب هو كاميرا مان هربت. الكاميرا مان يلا مش مشكله. طيب مش مشكله برضه. طيب يا جماعه هنتكلم على ايه النهارده؟ هنتكلم على دلوقتي احنا في بدايه الموسم. مين يسافر فين؟ موسم السفر يعتبر يعني. الايه؟ لا ما هو بهاء اي حاجه بتطلع منه. انا ما قلتش، هو اللي قال. عشان بس ايه اي حد لا طب انا هقول حاجه. طب خلينا نلعب لعبه. تيجي نلعب لعبه كويس. كل واحد فينا هيختار انسب مكان من وجهه نظره. ديستنيشن يعني للشهر ده لاكتوبر. تمام؟ مش عارف اكتوبر برضو ولا احنا وقت نزول الحلقه نبقى لسه في اكتوبر ان شاء الله. تمام لو عشنا يعني. ونشوف بقى كل واحد فينا يدفند المكان بتاعه كويس. ونشوف الناس هتختار مين اللي كسبان، مين احسن ديستنيشن. ماشي امين ماشي. بس انا لو كسبت ايه؟ كاميرامان معانا في اللعبه. لو كسبت ايه اللي هيحصل؟ لو انت كسبت هطلع رحلتي ببلاش. ايه رحلتك دي؟ الرحله ايه اللي انت بتقوله ده؟ الديستنيشن بتاعي ببلاش. الديستنيشن بتاعه لما نيجي. لا احنا ان شاء الله نعمل مرش. لا بلا مرش ولا هديك مج. اسمع بس. خلاص هنعمل مرش واخد اطلعه الرحله السايز بتاعي من المرش ببلاش. اطلعه فين؟ ما انا مش افريدي كسب وطلعت نيبال وكسب. يا ريت. مش اقنعتك والناس اقتنعوا وهيطلعوا معايا بس. ماشي صح. طب ماشي يلا بينا. تحدي از اون. كاميرا مان معانا في اللعبه طيب دي. هنتكلم. طيب هنتفق على اول حاجه. هنتكلم على بره. هتتكلموا على بره. لا اوف شور ولا اون شور؟ يعني ايه اي حاجه. لا اختار انت براحتك. لا ما انا ممكن اختار واحده جوه وواحده بره. لا هو ايه ده؟ هي واحده براحتي. هو اللي براحتي. هو اللعبه كده. ايوه ما انا لو هتكلم لا انا لو انت ولا انا لو هتكلم جوه انا لا عايز اطلع رحلتين ببلاش. انا لو هتكلم جوه هتختلف في بادجت، هتختلف انت عايز تثبت يعني. انا طب خلاص خلينا جوه مصر. ايوه ماشي شفت الجدع بيلحق نفسه. ايوه قال لك انا شايف ان احنا نبقى في اطار القاهره. ايه ده؟ لا دي المعز. المعز. لا خلاص جوه مصر. ماشي جوه مصر. انسب مكان انت شايفه من وجهة نظرك الناس تسافروا في شهر اكتوبر. صعب يعني ممكن اقول مرسى علم. انا كنت هقول ماشي. انت هتاخدي مرسى علم. ماشي جهزي بقى الديفنش بتاعك. الديفنش. او على فكره كمان ممكن اقول حاجه ثانيه. هو انت هتختاري مرسى علم ولا عايزه تختاري حاجه ثانيه؟ انا انت عايز تاخد. لا مش هديها. خلاص خدتي مرسى علم. ماشي. عارف حاسس ان احنا بنلعب مونوبولي اللي فيها البلاد وبتاع. تاخد مرسى علم. تاخد ايه؟ سيوه. يا لهوي. نايس. في هنشوف بقى. هنشوف تاخدي ايه يا ليلى؟ مش سيوة بتبقى برد اصلا. لا بتبقى برد ماشي بالليل بس الصبح. ليلى هتاخدي ايه؟ عامله ازاي؟ حلو يعني. وانا مطروح. ماشي. انا هاخد الفيوم.
انت وادي العفريت بتاعك. لا الفيوم بتاعت الناس العاديه يعني بتاعت الناس لا. الفيوم اللي هي وادي الريان وادي الحيتان. يا لهوي وادي الريان يا جماعه زحمه قوي قوي. تمام. طب ثانيه واحده، انت اخترتي مرسى علم ليه؟ قولي لي كده. اولا مرسى علم هي طبعا بغض النظر عن المسافه الطويله ادي اول عيب. حلو قوي، دي بدات بالعيوب. برافو. ايه كمان؟ ولكن ايوه اتس وورث كل حاجه، لان انتوا يا جماعه بجد احنا كنا في شاطئ اسمه عند المنجروف، عند شجر المنجروف ده ماشي يا جماعه. مالديفز صح. انت مش محتاج بقى بادجت تسافر بره ومش عارفه ايه والهري ده. انت مالديفز والجو جميل جدا والدنيا رايقه، الميه بتاعتها اتس فيري كلير واتس فيري بيور، وكانك رحت المالديفز وانت قاعد في مصر. وبجد فيو تحفه يعني. ممكن اقول معلومه تسبورت القصه دي؟ لا انت بتلعب ضدها دلوقتي. معلش طب قولها لي وانا انت بتلعبوا ضدي. هقولها لك وانت تقوليها. كات ايه؟ انا هنا اللي اقول كات. انا اللي اقول يلا. كان في مضيفه طالعه معانا قبل كده مرسى علم، قعدت تقول لي ان هي احلى من المالديفز. ليه؟ لان المالديفز دلوقتي درجه الحراره بتاعت الكوكب لما عليت علت درجه حراره الميه. رطوبه برضو المالديفز، رطوبه قوي، فموتت الالوان بتاعت الكره الريف هناك. فبقت الالوان بتاعتها باهته زي شرم الشيخ كده. شرم الشيخ برضو راح. لا بس ده عشان الناس عندنا فلاحين وبيدوسوا على الشعب المركزي. لا ما هي مش هيدوس. لا مش بس بيدوس، ما هو اوفر هيت تحت الميه. ما هو اصلا شرم اللي حصل فيها، اللي حصل ان بقى في مراكب كتير جدا جدا جدا، والمراكب دي المكن بتاعها بي اوفر هيت وتلوث وبتاع، فغير درجه حراره الميه فباظت. المالديف بقى لوحدها يعني مش بسبب السفن بس بسبب درجه الحراره. فمرسى علم الكره الريف فيها بقت احلى من المالديف. انا جالي فكره نسمي البتاع ايه ده بقى العشوائيه دي؟ والله العظيم بجد. ماشي قول. حلاوه مصر. يا الله. لا معلش احنا اسفين، هنقطعها يعني ايه؟ احنا اسفين بس ما بنقولش الحاجات. ايه حلاوه مصر؟ طب والله بجد اصل هي مصر يا جماعه، هي حلوه طبعا وجميله وكل حاجه، بس ما خلاص كات. حلاوه. شكرا. هي خلاص احنا كده هنعتبر ان مرسى علم دي خسرت. لا لو سمحت. طيب ماشي. ها مرسى علم ليه في اكتوبر بقى؟ اشمعنى اكتوبر يعني؟ الكاميرا مان محب للشهرة جدا. ليه في اكتوبر؟ اولا هي بص عايزه هي عامه يا عم عشان نعرف نرد عليها. هي عامه لما احنا رحناها قبل كده، احنا رحناها باين في شهر كام؟ 3 مبدئيا ما كانش اكتوبر خالص. احنا رحناها مرتين. رحناها كتير بس هي في الصيف ما بتبقاش حر اللي هو، فده الجو اللي هو احنا بنقلب من الصيف للشتاء خلاص اهو. ففي الجو هناك هتلاقيه حلو وجميل بس ببساطه يعني. ايوه يعني الجو هيبقى لذيذ يعني. ايوه انا شايفه انتوا مكبرين. طب يا جماعه انا هكاونتر الكلام ده وهقول لك مرسى علم دلوقتي حر. انت عشان انت عامل فيها يعني. لا مرسى علم دلوقتي حر. لا حر طبعا. بجد دي اكتر مكان حر رحته في حياتي. ايوه طبعا حر. مرسى علم شهر 10 حر قولا واحدا. ده الصعيد. تقدري تروحي اسوان شهر 10؟ لا. طيب ما زي مرسى علم. بوم. على فكره انت احنا مصدقين كلامك ليه؟ ما انت ممكن تكون خشي شوفي درجات الحراره. مش نتورك هنا. لا في. مش هنا مش معايا يعني مش دلوقتي يعني الناس خشوا يا جماعه انتوا شوفوا درجات الحراره في شهر 10 في مرسى علم كام بجد ولا ماشي تمام ماشي. عندك حاجه تانية تقوليها تدافع عن مرسى علم؟ كملوا انتوا بس. انتوا انا هتكلم. طب ماشي. ها سيوه كلتشر. سيوه دلوقتي انت اتجننت. ثانيه واحده في واحد بيقول حاجه دلوقتي بس واحد نحترم كلتشر بعيدا بقى عن الهكس ده كله. كلتشر انت رايح تشوف ناس عندها كلتشر. يا عم كمل. انت رحت سيوه قبل كده اصلا؟ لا انا رحت سيوه ايه بقى كتير قوي والله. والله كتير. لا والله لما دخلت نمت في ايوه لما بعني ساب الكامب بيغرق وسبرت وقاعد عمال يعني ما انت نحس حد يروح سيوه الدنيا في مطر. ما صحراء وشتاء رايحين في عز الشتاء يا باشا. ما بتمطرش. مطرت على حظي. اعمل ايه طيب؟ مطرت والباشا نايم الخيم كلها غرقت وده ما شاء الله شخيره عامل فايبريشن. المطره بتنزل بتصد. مفيش والله كل الخيم صاحي. عارفه اللي هو ايه اسمه ايه الفيلم بتاع ويل سميث لما صحي ما لقاش حد؟ ام ليجند. ايوه لا دي بتاعتي انا بقى. أيوة. صحيت من النوم يا جدعان والله العظيم انا صاحي مفيش مخلوق. والناس اللي شغاله الامازيغ من 50 بني ادم كنتوا كتير جدا. والناس اللي شغاله في المكان وصاحب المكان صحيت مفيش مخلوق
وبعدين الدنيا العصافير بتزقزق بقى وبتاع خلاص الشمس طلعت وشايف حواليا انقاض، والله العظيم شايف خيام واقعه على الارض وهدوم طايره في كل حته وهدوم غرقانه جوه الخيم ومفيش بني ادمين، لدرجه والله العظيم كنت بدور على الجثث. والله العظيم ما كنت مش لاقي حتى الجثه اللي ماتت. طب الجثه راحت فين؟ يعني ماتوا، الجثه راحت فين؟ مفيش بني ادم. كويس. فطلعت وقعدت ادور كتير، وخصوصا ان كان في جنبنا فيلا كده برايفت، كان حوالين الفيلا دي في ناس. دخلت الفيلا ما لقيتش الناس. يعني ايه يعني؟ والله ما اعرف. وقعدت ادور كتير لحد ما لقيت بهاء. متخيله بس قبل ما هو يعني قبل ما احنا بقى نتحرك الذعر بقى بتاع 50 بني ادم واكتر من ان الخيم بتغرق واحنا مش عارف ايه، طب هنروح نقعد فين، طب وانا هنتصرف، طب تعالوا نشوف وسبرتوا مفيش. كل ده هو مش حاسس بيه. ده فايده الشخير يا جماعه. يعني انت متخيله هو صاحي والله العظيم لو بتشخر ما تتعالجش. صدقني الدنيا هتمطر مش هيحصل حاجه. وبتقول عليا انا اللي بقلش ها؟ تمام ما تتعالجش. تمام. بس طيب كنا بنقول ايه؟ على حوار سيوه. لا بس كمل. بس لما انت صحيت وما لقيتش انا ما لقيتش غير بهاء. كويس. لا كان بص يا انا شفت ايه؟ مرتبه كده. كويس فعلا مرتبه. يعني انا كنت رايح خلاص مفيش امل، فرايح بقى اقعد، فلقيت مرتبه ونار. يعني في نار كده من تحت الارض، بواقي نار بواقي دخان كده، وفي قدامه مرتبه. كويس. فجيت اقعد بقى علشان اقعد ببص لقيته بهاء. المرتبه دي كانت بهاء. ايوه يعني كان جوه سليبنج باك بقى، جوه كله جوه. كويس. نايم بره بقى خلاص بقى ما فيش امل، ما كده الخيام غرقانه كل حاجه، فنام بره بقى. ايوه خلاص كله اتبل. بس انا الوحيد اللي ناشف. فرحت قعدت ايه ده؟ قعدت بقى جنب البتاع، فلقيته راح طالع من جوه السيف، راح قال لي صباح الخير يا بص. تخيل والله العظيم. قلت له هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ قال لي حصل. وايه اللي ما حصلش بالظبط؟ بس قلت له انت وديت الناس، عارفه وديت الشعب فين يا حازم؟ نفس البتاع بالظبط. فين الناس بقى؟ قعدنا بقى ندور بقى لحد ما لقيتهم. انتوا مش عارفين؟ لا هو كان عارف بس هو كان مخبيهم. انا خبيتهم بقى في مكان تحت بتاع كبيره كده، وهي يعني هي في ظهر المكان اللي احنا كنا هننام فيه، فمش باينه. يعني انت هتصحي الفيو كده واحنا نايمين ورا خالص. لا وحته ما الناس ما بتنامش فيها اصلا يعني. ايوه يعني هي مش حته نوم، الناس خدت السليبنج باجز ونايمين كلهم بقى كانها خيمه واحده كبيره قوي. فاهمه؟ يا ساتر يا رب. يا ساتر. دي بقى الانكونفينينسز اللي احنا بنتكلم عليها. المهم ان هي دي هتفضل اكبر ميموري في الكامب بتاع سيوه. صحيح. لولا ان دي حاجه حصلت ما كانش كامب سيوه هيبقى ريماركبل قوي كده دلوقتي. صحيح. طيب سيوه كلتشر رقم 1. هنتعامل مع ناس، مكان يعني امان جدا. ياما ناس نسيت محافظها ونسيت حاجات وبترجع تلاقيها في نفس مكانها. يعني ايه كلتشر رقم 1 هناك. دي اكتر ايه ميزه. تاني حاجه بحيرات الملح. يعني ضعيفه جدا. ليه بقى؟ هتروحي صحراء. بالعكس انا رايح صحراء وهنزل ميه في الصحراء. يعني ليترلي انا نازل ميه في الصحراء. تسلقات بقى. حلو. ميه مالحه عندك يا ستي، المنابع الميه العاديه اللي هي مش مالحه زيها، والعيون البركانيه برضو هتنزلي ميه في اسمها عيون كبريتيه بركانيه. انا قلت بركانيه. مونتاج ممكن نطلعها بره الحلقه لو ما انت يا باولو. عيون كبريتيه. هو انت بتقع؟ لا بلعب في شنبي. ايه بقى ليه؟ وانا لو هقع همسك في شنبي. يعتمد عليه. يا عم كلتشر تاني. بحيرات ملح. يا نهار ابيض. كلتشر وميه. كلتشر وميه وتمر. كل انواع التمر. وزيت زيتون. زيت زيتون. انت معايا رجعها مع سيوه. غير بقى زيت الزيتون يا جدعان، هناك في مربى بتنجان. اقسم بالله دي حاجه في حد ذاتها مقرفه جدا. هي اسمها مربى تمر مبدئيا. لا في مربى بتنجان هناك. يلا يا عبد ابيض. جايبين البتنجان وعاملينه مربى. ماشي. دي لوحدها يتسافر لها بلاد من الاخر في الاتجاه المضاد. يعني تهربي منها. يتسافر لها اللي هو تعمل ايه ده مربي اهرب. يعني عندكم مربى بتنجان يا سلام. طيب عامه انا شخص اصلا يعني انف قوي في الاكل، بس لما دقتها طعمها حلو جدا. وبيخاف من الكابوريا وبيخاف من الكلاب. في ايه يعني بص فورمه. احنا بنتكلم على سيوه دلوقتي. احنا بنتكلم على سيوه يا جماعه. معلش ما احنا اسفين، مش هنجيب متنمرين تاني. احنا المفروض
ان احنا 1 2 3 4 نمشي بقى على كده. احنا هنتحبس بسبب الحلقات دي، بسبب التنمر اللي في الحلقات يا باشا اهو قدامك الناس اهو. احنا يا جماعه انتوا احكموا مين المتنمر، قولوا لنا. انا هيجيلي جتان قويه. طيب كلتشر هنقول من اول تاني من الاول تاني. يلا نقول تاني يا جماعه كسبوه خلصوه. خلاص والله اخر حاجه كلتشر. يا عم انت اللي بتقول يا بنتي بقى مع بصي خلاص. انا مش عاجبني معلش. معلش هتقاطعيني هعيد من الاول. ايدك علشان الكاميرا. انا عايز اقول بوينت عندي في مرسى علم. لا، لما يخلص كلتشر بتاعته بالظبط فاضل كلتشر 3 كلتشر يا جماعه. ماشي. انا هقول من الاول. الطفايه لو قطعتوني- ايه يا عم كلتشر بالظبط. ها ميه مالحه، ميه عذبه في اي وقت بقى. عايز تنزل الصبح هتنزل، عايز تنزل بالليل هتنزل. اكل رقم 1 ممكن تلاقيه في اي حته، انضف بقى من اي اكل هتاكله في مصر كلها. ايه ده ايه ده حواراتي انت. تمر، ايه انضف اكل هتاكله في مصر ساند كلها؟ بوردنج، دريفتات، تعمل اي حاجه انت عايزها. بلد جميله جدا. وبعدين يعني طبيعه مش هتلاقيها في اي حته. ده حقيقي. طبيعه حلوه الصراحه. عندي في مرسى علم انت ممكن تشوف عندي الدول. في الفيلا بتاعتنا. انت ممكن تشوف دولفين. روان لورد اوف مرسى علم. عندي في مرسى علم. عندي في مرسى علم انت ممكن تشوف دلافين بقى وتعمل سنوركلينج. بس ممكن وسنوركلينج أشوف حلو قروش. قوي. نعم بس ممكن اشوف قروش. طيب ما عادي، ما انت أعرف ممكن منين؟ يطلع عليك ديب في الصحراء وانت بتعمل ممكن يطلع كامبينج عننا ديب واحنا قاعدين هنا. طب خلاص بقى نسكت عشان الموضوع ما نجيبش سيرتهم عشان ما يجوش. خلاص ستوب نقطة. هنبتدي تاني. انت ممكن تشوفوا عندنا كلتشر. دلافين. كلتشر. ممكن تشوفوا عندنا دلافين بيصور كملي ها. دولفينز وسنوركلينج عندنا حلو قوي. عندنا. عندنا في مرسى علم. يعني حتى لو الجو عندنا حر، لو الجو في مرسى علم حر، المية على طول موجودة في كل حتة وفي اي حتة عشان ايه تطري عليك شوية. بس ميه مالحه. مالها مية مالحة؟ ما انت عندك انت شاور. مش قلتي تسلخات من شويه؟ لا لا المية اللي بهائي بيتكلم عليها مية طالعة من الملح. بلس بقى لو انت هتتكلم على السولت ماينز اللي بهائي كان بيتكلم عليها، عشان بس تبقى عارف اسمه ايه ده، الكريستالز بتاعت الملح اللي بتبقى اوريدي موجوده في السولت ماينز دي وانت تنزل ميه ممكن تعورك. هي بجد فيري شورت. انا شخصيا فاكر لما انا كنت عامله زي ممكن اتعور من الشعاب المرجانيه عادي جدا. يعني في اي بحر بقى، مش رايح بحيرات ملح عشان اتعور. ايوه انت اولا في البحيره المالحه اللي انت رايحها دي، انت رايح تعمل ايه؟ انت اصلا مش هتعرف تنزل وشك في الميه. ما انا مش عايز. يعني انت مش هتعرف تنزل وشك في الميه. مش هتعرف تنزل وشك في الميه، فانت مش هتعرف تشوف الكريستالز اللي تحتيك. انا مش محتاج انزل وشي في الميه. هي شفافه انف ان انا مش محتاج انزل وشي في الميه. مش زي ما انت متخيل. هي بتبقى عميقه دي شفافه اكتر. ده ايه ده؟ فين ده؟ في سولت ماينز. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه؟ السولت ماينز دي انت اللي بتهري. السولت ماينز دي مش عميقه كفايه ان انت ما تشوفيش الميه. انت وصلت قبل كده لتحت ولا ايه؟ هو اصلا مفيش عميقه هناك. يعني انت شايف العمق لا سيبت بقى يرد عليك عشان افهمك كده. افهمك. اصل انا قبل كده روان انت شكلك وريتها بلاعه. يعني هي واخده فكره غلط. في تروما. اصل في تروما. كان في حفره. لا انت قلت البنت تانية مش انا في الاول. ايوه فانا كنت ماشي حفره بجد. هي اللي حصل ان انا كنت ماشي فرجليها غرزت فيها كويس، حاجه صغيره كده كويس. فرحت انا واقف قلت لهم يا جماعه اللي هيجيب اخر الحفره دي لتحت، مش فاكر قلت هديله ايه ولا حاجه. لا اللي هينزل الميه دي او اللي هيحط لا هيجيب برجله كده اخر الحفره دي تحت بس. ففي واحده بنت ايه خافت، مدت رجليها كده شويه، خافت. الروان بقى انا راحت جايه قعدت، راحت مدلدله رجليها، ما فيش طبعا، نزلها رجليها الاثنين برضه ما فيش. وراحت قلت لها طب ايه انزلي كده بجسمك. فراحت ايه سانده بايديها الاثنين على جنبين الحفره قدها يعني هي قدها، هي بلاعه فعلا كويس. راحت ماده سانده بايديها الاثنين وابتدت تنزل وسطها واحده لحد ما ايه ايديها فلتت. يا نهار اسود. ما فلتتش عادي. انا فضلت واقفه اصلا. قال لي اسمه ايه ده؟ قال لي استني استني ايدك كده، ايدك في ايدك فوق. انا كنت عامل زي البيضه بس فضل والله العظيم زي البيضه فعلا. عارف البيضه لما هي عشان ما بتغرقش. لا ده قعدت ادوس على راسي.
طبعا ده سبب اسمى ان احنا ما نطلعش مع سبيرتو اي مكان، مش سيوه بس يعني بس فعشان كده هي بتقول لك غويطه يعني. بس لكن ده مش طبيعي، هو الطبيعي ان هي بتبقى عمقها عمق الدراع بتاع الحفار اللي بيحفر ويطلع البتاع بس كده. وهي اصلا بتبقى اخرها 2 متر بالكثير يعني. هو اسهل بقى. طيب انا بس انا عايز اقول حاجه برضو ستيل، ان انت الميه دي بالذات انت بجد لو انت ما حطيتش ميه مع يعني عازبه عليك انت يعني كده انا طلعت والله العظيم من الحفره دي على الصيدليه اجيب كيناكوم. دي فرفره بقى. طيب عامه انت هتروح تنزل البحيرات المالحه، ما تعرفناش معاك بقى. هنجيب ميه عذبه في هناك، عمو بتاع الميه بيجي بفلوس 10 جنيه ولا انا حاجه. عندي بقى عادي بشطاف كده عامل. نروح احنا بقى مع سبيرتو معاكم الدير ميه قد كده 6 فنطاس قد كام 600 لتر 600 لتر بيكفي 60 بني ادم عادي، كل واحد ياخد الشاور بتاعه بيتقلب برضه عادي وبيتقفل وكل حاجه. ما حصلش، ما عندكيش اي اثبات. انا عندي فيديو، انا ممكن فيديو نحطه على ما عندهاش الفيديو عندنا. مفيش فيديو. مفيش فيديو. طب انتوا اتكلمتوا كتير؟ اتكلم انا بقى. الفيوم يا جماعه، انا بص، انا رايحه رحلتين فيوم، فانا بص هعلم عليك دلوقتي. احط بص يا باشا، نو بص يا باشا، 4 نو. الفيوم 1 قريبه جدا من القاهره، ماشي. مش هيبقى عندك حضرتك مرسى علم 12 ساعه، حضرتك سيوه 14 ساعه. ادي فتحه كلام، خدناها ب 16 ساعه ونص. طريقين يعني صباح الفل، هصحى وانام واعيش انا باشا ساعه ونص وهبقى هناك. الطريق كمان بتاع سيوه خطر، انت ممكن تلاقي جمال بتعدي. ده حقيقي. بيقول غنم بياكل، بيوقع سيوه بتاعته. اسمها سيلف سابوتاج بتاعته. كويس. فادي كده ايه، اولا قريبه جدا كويس، فمفيش اي ارهاق، في اي سن يقدر يسافر. حد كبير، جد اطفال، تودلرز، ايا كان هتعرف تسافر. حلو. سيوه مش هتعرف اصلا، مفيش مطار هناك. ممكن مرسى علم ممكن تسافر بالطياره، بس عشان تسافر بالطياره اخلص ابقى انا ما خلصت البوينت بتاعتك كنت بتتكلم عشان ما يبقاش عندك وقت تفكر في حاجه تانية. طب هو الراجل قال كلتشر 40 مره وانتوا مش سايبيننا نقول كلمتين. لا كمل خلاص تو بي فير. طيب ماشي، ادي كده اول حاجه. تاني حاجه، ايه ده يا بنتي بس ايه ده بجد. تاني حاجه، غير ان هي قريبه، على فكره الفيوم فيها طبيعه جميله جدا جدا جدا، بس مهروسه. لا مهروسه للناس اللي ما تعرفهاش، ماشي، اللي هم بيعملوا ماس ترافل. حلو. انا بقى بقول لك ده ممكن يبقى مناسب لناس وممكن ما يبقاش مناسب لناس. منطقي. في ناس بتحب ان هي تطلع تروح الحاجات المهروسه دي وتقضي تغير جو. الحاجات المهروسه دي برضو حلوه، بس أيوة. الفكره في ايه، ان هي علشان قريبه فده بيخليها زحمه. ما اختلفناش كده، انا معاك. ما هي دي العيب اللي في الفيوم ان هي زحمه، بس انت تقدر تبعد عن الكلام ده ازاي؟ ان انا اروح بقى حته ما حدش عارفها. لا اقول لك انا بقى تعمل ايه، اقلب البرنامج. يعني ايه؟ هاته من ورا لقدام. يعني انت بتروح الاول الشلالات، لا روحها في الاخر بالظبط. انا يا جماعه ليتلي انا لما بقيت بطلع الفيوم كويس، بقيت بروح الشلالات قبل المغرب بنص ساعه يا دوب. طب ما الناس هتقلدك. ما فيش مشكله، ما احنا بنقول للناس المعلومات دي علشان الناس اللي متابعانا تبقى مميزه عن اي حد تاني. الشلالات مش مبهره بالمره، والريحه وحشه جدا، وكمان الميه اللي انتوا هتروحوا عندها بقى في بحيره قارون او بتاع ليها ريحه قويه كبريتيه نفاذه. ماشي، نقطه. طيب عموما انا شايف الفيوم قريبه، مناسبه لاي سن، ارخص من مرسى علم وارخص من سيوه. ماشي. في عندك فرايتي من اول انك تطلع بخيمتك لحد لا خالص، احنا اصلا الرحله اللي جايه عندنا مش الفيوم. فعادي يعني بورسعيد، احنا رايحين بورسعيد الشهر الجاي. بورسعيد وشبشب زي لا ده حاجه انت مش جاي معانا فيها اكل سمك، فيها اكل سمك. والحلو بقى في الفيوم ايه، ان انت ممكن دي يوز وترجع في نفس اليوم، او لو انت بتاخد ما عندكش غير يوم اجازه في الاسبوع ممكن تعملها دي يوز، او تبقى اوفر نايت ليله واحده. الناس اللي بتبقى تشتغل يوم السبت مثلا فيقدروا ان هم يروحوا خميس ويرجعوا الجمعه بالليل. صح. او ان انت تقعد يومين، عايز تقعد يومين او ليلتين شغال، مش ما فيهاش مشكله. وممكن تاخد هناك فيلا برايفت لو انت عايز فيلا برايفت بحمام سباحه بالكلام ده كله. لسه الجو حلو. فيلا في اي حته اللي اسمه ايه ده، الريف الاوروبي مثلا، انت ممكن تروح تأجر فيلا هناك. مالكيش دعوه بالريف الاوروبي، في فيلا في مرسى علم اكيد طبعا. طب يا جماعه العهده على الراوي، روان هتجيب لكم فيلا في مرسى علم. اللي عايز يكلم روان على انت ايه بتاعك اسمه ايه الاكونت بتاعك؟
عشوائيات روانزة. واضح يعني. واضح يعني. طب يا جماعه دلوقتي احنا كده عندنا في اكتوبر احنا اخترنا 3 ديستنيشنز: مرسى علم، سيوه، الفيوم. انتوا قولوا لنا من وجهه نظركم ايه احسن ديستنيشن في ال3 دول بالنسبه لاكتوبر. بس لما نيجي نلعب اللعبه دي في نوفمبر على فكره انا ممكن اخد مرسى علم عادي، ممكن اخد سيوه عادي، يعني ما فيش، احنا بنتكلم على اكتوبر. فانتوا وجهه نظركم ايه الاحسن في ال3 دول؟ اختاروا وقولوا لنا رايكم. عايزين تقولوا حاجه تاني؟ لايك. استنى تاني. اعملوا لايك. اعملوا لايك. تاني مش حلوه. اعملوا لايك. خليها هي اللي تقول. ايه اعملوا دي؟ اعملوا لايك. ايه ده؟ اعمل ايه طيب؟ خليها هي اللي تقول. تاني يا ثانيه واحده، ثانيه ابتدي انت. لا استنى انت. تعالي ولا بنت. خلاص كان معاها كده. لايك. سيبي يا بنت المايك. تاني. اخر مره. لايك. شير. كلتشر ايه؟ شكرا. يلا